احنا معانا الاستاذ محمود عامر، مكالمه تليفونيه، اعتقد احد المرضى. استاذ محمود مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازاي صحتك؟ الحمد لله. ازيك يا كابتن مجدي؟ عامل ايه؟ تمام. الله يخليك يا حبيبي. احنا معانا الدكتور خالد عبد العزيز. طبعا بفضل بعد ربنا كمان. ونعم بالله ونعم بالله. انت كان وزنك كام يا استاذ محمود؟ انا كنت 105. 100 وكام؟ 105. يا سلام عليك بالشورت والتيشيرت بعد ما ظبطت الدنيا. خلاص بقى البيت البس 71 يا مفتري. الحمد لله طبعا. ولسه كمان بكمل مع الدكتور خالد كمان. ولسه كمان هينزل كام يا دكتور؟ المفروض ان احنا هننزل كمان لغايه 63. يبقى طوله قد ايه؟ طوله 165. انت عايز ده هو هيشتغل مانيكان ولا ايه؟ يا محمود يا محمود، انت هتبقى مانيكان ولا ايه؟ انت عارف ده الدكتور بيديك الميزان اللي هو يعني بيخسسك على الميزان زي ما بيقولوا. وبصراحه كمان ده والله العظيم زي ما بكلمك يا كابتن مجدي، انا ليا 3 شهور او 4 شهور متابع مع الدكتور خالد والجهاز الطبي معاه برضه، مش سايبيني صراحه يعني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله. لا واحنا شايفين التغيير جامد جدا، وبدات تلبس الشورتات وتقف على البحر وتعمل شغل. طب والمعجبين والمعجبات هيعملوا ايه بعد ما تنزل بقى في الوزن كده وتقف لهم الوقفه الجامده دي اللي في الصوره دي؟ انا والله العظيم ما كنت مصدق بقى كده تعمل لي كده اصلا يا كابتن مجدي والله. التجربه جامده يعني بصراحه يعني. ده بقى له قد ايه يا دكتور؟ طيب 4 شهور. بسم الله ما شاء الله. 4 شهور ووصل ولاحظ كمان ان هو خاسس بصحه. مفيش اعراض انك انت متعصب متضايق وانت بعد ما بتاخد الدواء وعامل الدايت دوت على البايو كيتو؟ اقسم بالله ابدا. اقسم بالله بالظبط. بالعكس كمان دكتور مجدي، كأن انا خدت بنزين في الجسم بتديني طاقه بيه. انت حاسس انك خفيف دلوقتي؟ ها اكيد طبعا اكيد طبعا. اكيد طبعا يا فندم. وغير كده برضه يا فندم انا ليا وجبه واحده بس في اليوم بسبب موضوع بقى. اتعودت على كده؟ انا عايز اكل بس بيبقى في تعود يا دكتور على ناخد وجبه واحده بس في اليوم. يجي بالليل ما يقدرش. ده انا عايز اتكلم على اكل الليل والنبي. لا علي. ماشي يا محمود، والله ده يعني ربنا يكرمك يعني نبارك لك. الف مبروك انك انت قدرت تخسر الوزن، كانك شايل واحد تاني زميلك معاك في جسمك. اكيد طبعا اكيد يا كابتن مجدي. والله الحمد لله يعني بفضل ربنا ثم الكابتن دكتور خالد. والله متشكرين يا استاذ محمود عامر على المداخله.